معلش يا جماعه، انا عايزه اعرف بس يعني ايه الكهرباء تقعد 3 ساعات في اليوم مقطوعه في عز الحر اللي احنا فيه ده، وكمان فاتوره الكهرباء تجيلنا اخر الشهر بقى بالشيء الفلاني؟ ليه؟ انا ما اعرفش. تفتكروا ان انا كان ينفع اسكت؟ لا، كان لازم اشوف حل للموضوع ده. عايزه اقول لك بقى ان انا جايبه لك فكره عبقريه جدا جدا هتحل لك اكبر مشكله بتواجهك في قطع الكهرباء وفاتوره الكهرباء بكيس ملح بس. وكمان هنحل مشكلة الحر الفظيع اللي احنا فيه ده. كل اللي عليكي ان انت تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لناس تانية ويستفادوا بالفيديو، ولو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو وادعي لي دعوة حلوة كده، ويلا بينا نشوف الفكرة العبقرية اللي انا واثقة ان هي هتعجبكم جدا جدا. في طبق كده هنحضر حوالي لترين من المية، وهنضيف عليهم نص كيس الملح ابو 2 جنيه، يعني بجنيه ملح بس. تمام، هندوبه كويس جدا جدا لحد ما الملح يدوب تماما. بعد كده بقى هنحضر اكياس من الاكياس بتاعت التلاجة اللي موجودة عندنا، وهنملى يعني تقريبا كده نص الكيس مية من المية دي. هتعملي بقى حوالي 10 اكياس 12 كيس على حسب ما الفريزر بتاعك يكون فيه مكان، او تقدري تحطي اكياس بقى اللي تقدري تحطيه يعني في الفريزر. تمام، بالشكل ده كده. انا هعمل حوالي يعني 8 اكياس معاكم كده. انا برضو مجهزه شويه في الفريزر يتجمدوا علشان برضو ايه الوقت بتاع الفيديو، فانا كنت محضره اكياس ومجمداها دول، بس انا بوريكم ان احنا هنعمل بالشكل ده، وهحطهم في الفريزر برضو علشان هحتاجهم. هنجيب بقى ازايز ميه فاضيه، ازايز بيبسي او ازايز ميه فاضيه. انا بفضل الازايز الكبيره اللي هي 2 لتر ونص، وهنقطعها كده من النص، يعني هنخلي ممكن نشيل التلت ونخلي التلتين، يعني من ناحية الغطا كده هنخلي التلتين ونشيل التلت من ناحية فوق. وهنجيب المفك عندنا وهنسخنه كده علشان نعمل سكوب، بس هنخلي الحتة اللي تحت دي مش هنعمل فيها سكوب. حوالي بصوا ناحية من ناحية الغطا كده، يعني ارتفاع حوالي كام سنتي، يعني هنسيب حوالي 10 سنتي كده. وبعد كده هنبتدي نعمل فتحات زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بالشكل ده هنعمل فتحات داير ما يدور كتير كده، ودي هتبقى يعني هتقعد عندنا بقى فترة، يعني دول كده طول الصيف هيبقوا موجودين عندنا، هو بس التعب في الخطوة دي بس. تمام. طيب المكان ده يا بنات اللي انا اغلبية القعدة فيه انا والبنات وجوزي، يعني بنقعد في المكان ده، فانا المكان ده اللي انا حبيت اعمل فيه الفكرة دي معاكم. طبعا احنا كلنا بنتضايق من قطع الكهرباء بالثلاث ساعات، وبنبقى متضايقين جدا جدا من الحر، وكمان فاتوره الكهرباء اللي بتيجي بالشيء الفلاني بسبب التكييفات. فانا النهارده في الفيديو ده هحللك كل المشاكل دي. تمام. هنجيب مروحه وهنحط فيها الازايز، هنثبتها بحته سلك، طبعا احنا عاملين فيها فتحات بحته سلك كده، هنربطها من ناحيه من ناحيه ورا كده، ونخلي بالنا بس ان السلك ما يخشش ناحيه المروحه. بعد كده هنجيب اكياس التلج، سواء انت تبقي عاملاها في مكعبات التلج، وكل ما المكعبات تتجمد تعبيها في اكياس، او تعملي في اكياس زي ما انا عملت وتكسريها بشاكوش او باي حاجه، وهتعبي بيها الازايز دي كده من ورا. عايزه اقول لك بقى ان انت في الوقت ده كده هتقولي لي طب ايه علاقه قطع الكهرباء؟ قبل ما الكهرباء بتقطع بنص ساعه بقوم جايه مطلعه الاكياس التلج ومشغله المروحه، قافله الشباك ومشغله المروحه. عايزه اقول لك ان المكان ده بيتلج زي تكييف بالظبط. انا كده عملت تكييف، بدل ما انا هدفع فاتوره الكهرباء قد كده، احنا عارفين ان التكييف بيسحب كهرباء كتير جدا جدا. انا بقى عملت بديل التكييف، وكده يبقى انا قللت في الكهرباء وحليت المشكله بتاعه الحر بتاع الصيف، وكمان قطع الكهرباء. قبل ما الكهرباء بتقطع بنص ساعه بعمل الموضوع ده، بتسقع المكان، فبطل يعني بقعد حوالي ساعه ولا ساعه ونص، يعني مرتاحه نفسيا ان المكان ساقع، ما فيهوش رطوبه ولا فيهوش حر. بجد جربوها، وانا واثقه ان هي هتعجبكم جدا الفكره دي، خصوصا الناس اللي ما عندهاش تكييف. جربي الفكره دي، والله انا سقحت وانا قاعده. جربي الفكره دي بديل التكييف، هتعجبك قوي قوي، وهتسقع لك المكان. ويبقى كده احنا عملنا بديل التكييف ووفرنا في الكهرباء، وحلينا مشكله قطع الكهرباء بنسبه 80%. يلا بقى حبايبي شير كتير للفيديو عشان ناس تستفاد تانية بنية الثواب. ولو الفكرة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لي لايك، وهستنى رأيكم في الكومنتات، واستنوني فكرة جديدة ان شاء الله، واشوفكم على خير.